قال ابن كثير رحمه الله: بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الثانية. قال: وكثر الإسلام بالمدينة وظهر، ثم رجع مصعب بن عمير إلى مكة. وكان مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه بعد البيعة الأولى للعقبة إلى المدينة ليعلم الناس القرآن. ومر معنا أنه كان رضي الله عنه يؤمهم وأنه جمع بهم. قال: رجع إلى مكة، ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين، وزعيم القوم البراء بن معرور رضي الله عنه. وهذا في العام 12 من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا العام كانت هذه البيعة بيعة العقبة الثانية. وساق ابن كثير رحمه الله تعالى خبر هذه البيعة، وقد رواها ابن إسحاق في سيرته، ومن طريقه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بإسناد صحيح، وفق الخلاصة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى هنا. وهذه البيعة يسميها بعض الصحابة رضي الله عنهم بيعة الحرب، يسمونها بيعة الحرب لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة والقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت، وهو أحد الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة، أنه كان يسميها بيعة الحرب لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. بخلاف البيعة الأولى مر معنا أنهم بايعوه كبيعة النساء، بايعوه كبيعة النساء، مر ذلك في ذكر البيعة الأولى. ولهذه البيعة الثانية مكانة عظيمة، لأنه على إثر هذه البيعة بدأت الهجرة إلى المدينة، وبدأ المهاجرون ينتقلون ويتحولون إلى المدينة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي إشارة المصنف رحمه الله تعالى إلى ذلك. فهي بيعة مباركة وعظيمة، وترتب عليها تحول عظيم، وبدأت الهجرة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وهذا مما يبين مكانة هذه البيعة، بيعة العقبة. قال: فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول منها، كان ذلك في أوساط أيام التشريق، فلما كان في الثلث الأول من الليل، يعني لما مضى الثلث الأول من الليل، تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأتان. تسللوا أي لما نام الناس، تسللوا أي خفية ولواذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند العقبة. ولهذا تنسب هذه البيعة كالبيعة الأولى إلى العقبة، لأنها حصلت عندها. وتنظر أسماء
هؤلاء في تاريخ الإسلام للذهبي وفي غيره من المصادر. تاريخ الإسلام للذهبي قال تسمية من شهد العقبة وذكرهم رحمه الله تعالى. قال فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار مكة. لاحظ الاستخفاء بهذه البيعة، استخفاء من قومهم المشركين الذين جاءهم وإياهم من المدينة، وخفية أيضا من كفار مكة، على أن يمنعوه مما يمنع منه نساءهم وأبناءهم وأزورهم. بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، أي على النصرة، على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يمنعوه مما يمنع منه نساءهم وأبناءهم وأزورهم. والمراد بأزورهم أي أنفسهم، والإزار معروف ويطلق ويراد به النفس، وأحيانا يطلق ويراد به الأهل. فالمراد بالأزر هنا أي الأنفس. فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام تلك الليلة على أن ينصروه وأن يؤازروه مثل ما ينصر أنفسهم وبنيهم ونسائهم. قال فكان أول من بايعه ليلة إذ، أي في تلك الليلة العظيمة، البراء بن معرور، البراء بن معرور رضي الله عنه، وكانت له اليد البيضاء، لأنه سارع في تلك الليلة لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلم قبل النبي العباس عم النبي، وكان وقتها تلك الليلة مشركا، ولكنه ماض على النصرة، مثل ما كان أبو طالب ماض إلى آخر حياته على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حضر تلك الليلة ليستوثق ويطمئن هل هم فعلا سينصروه ويؤازروه، فحضر لهذا الغرض. وهذا من تمام نصرته وعنايته بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكنا عرفنا فيما سبق أن العباس هو أصغر أعمام النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو يكبر النبي عليه الصلاة والسلام في السن ب3 سنوات تقريبا. قال فكان أول من بايعه ليلة إذ البراء بن معرور، وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه. جاء في هذا الخبر أن البراء أخذ بيد النبي لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أو عرض عليهم المبايعة، بادر البراء رضي الله عنه وأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم، أي نبايعك، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا، لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا أي أنفسنا. فبايعنا، قال فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب، يعني مستعدين للقتال، حتى إنهم قالوا له تلك الليلة على إثر تلك البيعة، قالوا إن شئت إذا أصبحنا أن نميل على أهل منى، إن شئت إذا أصبحنا أن نميل على أهل منى، أي هذا من إعلانهم للاستجابة والنصرة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم موثقا مؤكدا للبيعة، ليطمئن على حال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قدمت من المناصرة التي مضى عليها قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مناصرة له حمية وليست دينا، حمية وليست دينا، مثل أبو طالب والعباس في مثل هذه الحال، هذه حمية لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ولمكانتهم. لكن أكرم الله سبحانه وتعالى العباس فيما بعد ودخل في دين الله عز وجل رضي الله عنه وأرضاه. قال واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم
منهم تلك الليلة 12 نقيبا، وقال لهم عليه الصلاة والسلام أخرجوا لي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم، أي ليكون لهم المسؤولية، ليكون لهم المسؤولية على قومهم والمتابعة. ثم ذكر النقباء قال وهم أسعد ابن زرارة ابن عدس بضم العين وفتح الدال، وسعد بن الربيع بن عمرو، عبد الله بن رواحة ابن امرئ القيس، ورافع بن مالك بن العجلان، والبراء بن معرور بن صخر بن خنساء، وعبد الله بن عمرو بن حرام، قال وهو والد جابر، وكان قد أسلم تلك الليلة. وكان قد أسلم تلك الليلة أي جاء إلى مكة حاجا على الشرك، وفي تلك الليلة شرح الله سبحانه وتعالى صدره للإسلام. قال وسعد بن عبادة بن دليم، والمنذر بن عمرو بن خنيس، وعبادة بن الصامت رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وهو الذي مر معنا أنه كان يسمي هذه البيعة بيعة الحرب كما جاء في مسند الإمام أحمد. قال فهؤلاء 9 من الخزرج، ومن الأوس 3، وهم أسيد بن الحضير بن سماك، وسعد بن خيثمة بن الحارث، ورفاعة بن عبد المنذر بن الزبير، وقيل بل هو أبو الهيثم بن التيهان مكانه، ثم الناس بعدهم. قال والمرأتان هما أم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو التي قتل مسيلمة ابنها حبيب بن زيد بن عاصم بن كعب، وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي. أسماء بنت عمرو هي أم معاذ بن جبل رضي الله عنه، ونسيبة بنت كعب، وتضبط في بعض المصادر نسيبة بفتح النون يحقق ذلك، التي قتل مسيلمة ابنها، التي قتل مسيلمة ابنها حبيب بن زيد بن عاصم، في قصة عجيبة، وهي أن عيون مسيلمة وهم الجواسيس لقوا حبيب فأخذوه إلى مسيلمة، فقال له مسيلمة الكذاب تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. أعادها عليه قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فقال له تشهد أنني رسول الله؟ تشهد أنني رسول الله؟ فأهوى بيديه إلى أذنيه وقال إنني أصم. أهوى بيديه إلى أذنيه وقال إنني أصم، يعني هذا الكلام لا أسمعه، معلنا بذلك عدم القبول. فقتله مسيلمة الكذاب ومثل به. ولهذا أشار هنا ابن كثير رحمه الله إلى هذه القصة، قال قتله مسيلمة، التي قتل مسيلمة ابنها حبيب بن زيد بن عاصم بن كعب. وأيضا ينظر في ترجمتها هي رضي الله عنها، فإنها كانت مجاهدة وأبلت بلاء حسنا في مقاتلة مسيلمة فيما بعد، في قصة عجيبة ومواقف عظيمة جدا لهذه المرأة مشهودة، وخرجت من تلك المعركة وهي مثخنة بالجراح، وكان يتابع حالها خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكانت تذكر له ذلك رضي الله عن الجميع. قال فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل العقبة، أن يميلوا على أهل العقبة أي للقتال. وهذا من سرعة الاستجابة، استجابتهم للنبي عليه الصلاة والسلام
فلم يأذن لهم في ذلك، بل قال لهم لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم. ولما أصبحوا كأن كفار قريش سمعوا بشيء من ذلك، فجاءوا إلى الأوس والخزرج، طبعا كفارهم ومسلميهم كانوا جاءوا معا، فسألوهم عن هذا الأمر، هل حصل شيء من ذلك؟ فنفى الكفار ذلك، لأنهم ما شهدوا ولا علموا بشيء من ذلك، فنفى الكفار، وكان المسلمون ينظر بعضهم إلى بعض، يعني لم يتحدثوا بشيء، وكانت الإجابة من الكفار بأنه لم يحصل شيء من ذلك.